معركة أقليش أو معركة الكونتة السبعة هي معركة وقعت يوم الجمعة 16 شوال 501 هجري الموافق ل 29 مايو 1108 ميلادي في إسبانيا بالأندلس بحصن قلعة أقليش بين جيش المرابطين المغاربة بقيادة القائد المرابطي تميم بن يوسف ومحمد بن عائشة ومحمد بن فاطمة ومحمد بن رمق ضد قوة مملكة قشتال وتحالف الأوروبي الصليبي بقيادة القائد القشتالي البرهنس بصحبة ولي العهد الأمير سانشو ابن ألفونسو السادس ملك قشتالة، وعدد من الكونتة أبرزهم غارسيا أردونيث كونت قبرة ومربي ولي العهد. وقد قدر ابن أبي زرع الفاسي عدد قتل القشتاليين لأكثر من 23,000 أبرزهم ولي العهد ومربيه والكونتات السبعة، وانتهت المعركة بانتصار عظيم للمرابطين المغاربة المسلمين ضد القشتاليين وتحالفهم الصليبي الأوروبي.